احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. في الفيديو ده هنتكلم عن نادي الزمالك وعن قائمه نادي الزمالك اللي مشاركه في البطوله العربيه، نقول كل التفاصيل، فخليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وبصحه تملي كده يا رب. وزي ما اعتدنا بنلاقي حاجه، صلى على سيدنا محمد. وبعد الصلاة على سيدنا محمد، الفيديو ده هنتكلم عن نادي الزمالك وعن القائمة المشاركة مع نادي الزمالك والغيابات اللي غابت من القائمة، نقول كل التفاصيل، فخليك معانا لغاية النهاية وإن شاء الله الفيديو يعجبك وتستفاد منه. على سريعة كده نقول قائمة نادي الزمالك. في حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، ومحمد نديم. ثانيا في خط الدفاع عمر جابر وحمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق واحمد فتوح ومصطفى الزناري واحمد زكي اللي راجع من اعاره من نادي زد. على خط الوسط عندنا شيكابالا وعندنا زيزو وعندنا روقا واوباما ونيمار وايشو. عندنا ايشو ده العلم انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده، وقلنا اللاعب عنده كام سنه ومركزه ايه، واللاعب عموما انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده. وعندنا بعد ايشو نضاي ودونجا وحمدي زكي اللي برضه راجع من اعاره من بنك الاهلي، وعندنا السيسي وبيسو ده كنا عارفينه وشفناه قبل كده. عندنا بقى في خط الهجوم سيف الدين الجزيري وناصر منسي وعلي ياسر، برضه شفناه في اخر كام ماتش كده شفناه مع نادي الزمالك. وللعلم اول ماتش عندنا في البطوله العربيه هو يوم 28 يوليو في الشهر اللي احنا فيه دوت، اول ماتش لينا قصاد الاتحاد المنستيري. كده انت عرفت قائمه نادي الزمالك. تعال اقول لك بقى الغيابات من قائمه نادي الزمالك. عد معايا. عندك عبد الله جمعه، عندك مصطفى شلبي، عندك محمود علاء، عندك سامسون ركنوله، عندك احمد بن حاج، عندك احمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور انا مش فاهم له سبب غيابه من القائمه ايه، فشيل احمد ايمن منصور. لكن محمود علاء اصابه، عبد الله جمعه اصابه، مصطفى شلبي اصابه، احمد بن حاج رجع اسوان خلاص، آه سامسون اكينولا نادي الزمالك هيستغنى عنه خلاص بشكل نهائي. فست غيابات من نادي الزمالك، وعنصرين جداد بس هو اللي يعتبر اضافوا للقائمه، اللي هو احمد زكي ويوسف اوباما وبس. تعالى بقى، يعني احنا كده قلنا القائمه وقلنا مين المستبعدين من القائمه. تعالى اقول لك كام خبر تانيين برضو عن نادي الزمالك ويهموا نادي الزمالك. اعلن الاتحاد الافريقي ان القرعه الدور التمهيدي هيكون القرعه بتاعته يوم 25 يوم الثلاث الساعه 2 الظهر. القرعه هتتعمل. نادي الزمالك مش مشارك في الدور التمهيدي اساسا. الدور التمهيدي الاولاني نادي الزمالك مش مشارك فيه، بس حبيت اقول لك عن الخبر ده. بس هو دي كل اخبار نادي الزمالك وكل حاجه تخص نادي الزمالك وكل التفاصيل اللي تخص نادي الزمالك، واتمنى بجد التوفيق لنادي الزمالك. يعني انا اتمنى احنا نطلع باحسن صوره. انا في الحاله اللي احنا فيها دي محدش يقول لي احنا بننافس على البطوله اساسا، بس اتمنى نطلع باحسن صوره يكون منظرنا مشرف. اتمنى ديت بامانه، يعني اتمنى حتى لو خرجنا نخرج واحنا عاملين صوره شكلها حلو، سايبين حاجه حلوه وبس. لو عجبك الفيديو النهارده او استفدت من الفيديو، متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.